تخيل ان في راجل واحد قدر يهزم جيش كامل لوحده. كان في حرب كبيره قوي بين المسلمين والروم، وكان جيش الروم عدده كبير قوي تقريبا نص مليون، والجيش الكبير قوي ده حاصر جيش المسلمين من كل مكان. جيش المسلمين فعلا كان هينتهي بالمنظر ده. ساعتها خرج صحابي من جيش المسلمين اسمه عكرمه، ونادى بصوت يشبه الرعد في المسلمين: من يبايعني على الموت. ساعتها خرج معاه 400 فدائي، وكان اسمهم كتيبه الموت الاسلاميه. في الوقت ده راح خالد بن الوليد لعكرمه علشان يمنعه من التضحيه بنفسه، لكن عكرمه رفض وانطلق هو وال400 فدائي على جيش الروم. ساعتها اتفاجئ جيش الروم باسود جارحه تهجم عليهم وتدمرهم. قائد الروم ما كانش مصدق عينه لما لقى المجاهدين دول رايحين للموت برجلهم، فالقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب، فخافوا من المجاهدين دول وهربوا، والحصار اتفك من على المسلمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل عكرمه رضي الله عنه. بعدها راح خالد بن الوليد علشان يطمن على عكرمه رضي الله عنه، لقى استشهد. يا ترى بقى احنا فين من الناس دي؟ نسينا تاريخنا.